وضوح الرؤية والغاية، طموح كبير ماله نهاية، وحزب النور رفع راية وضوح. يعني النائب البرلماني أو المشرع ملتزم ألا يحيد عن مبادئ الشريعة الإسلامية. أيضا في نفس الحكم فقرة أخرى، وفي إطار القرآن والسنة وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء. أيضا رسالة موجهة من المحكمة الدستورية العليا، وزي ما تفضل الشيخ ياسر قال أنها فقرة من فقرات الدستور موجودة في الدباجة. احنا قلنا في 5 أحكام من أحكام المحكمة الدستورية العليا تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية. ده حكم منهم اللي صادر سنة 85، حكم واحد من ال5، وإنما يلقي على عاتقه من الناحية السياسية. المحكمة بتخاطب المشرع أو نواب البرلمان اللي قادمين، وإنما يلقي على عاتقه من الناحية السياسية مسؤولية المبادرة إلى تنقية نصوص هذه التشريعات. لازم يحصل تنقية للتشريعات الماضية، وده هياخد صعوبة بالغة ويحتاج فترة من الزمن، وإحنا سياستنا الإصلاح التدريجي. في اعتقاد إن إحنا مستحيل إن إحنا مرة واحدة ننقل النظام من النظام اللي كان عليه قبل عام 71 قبل إقرار المادة الثانية في الدستور وبعد إقرارها سنة 71 وتعديلها سنة 81 بإضافة الألف واللام والتعديلات الأخيرة. فأنا عايز أقول إن يعني إحنا ملتزمين بالدستور. النائب اللي هيدخل البرلمان هيحلف إنه يحترم الدستور والقانون، فكيف يحلف نائب أن يحترم الدستور والقانون وهو لا يؤمن أو لا يقتنع بمادة الهوية؟ إزاي سواء كان مسيحي لا يقتنع بالشريعة الإسلامية أو كان مسلم ينتمي إلى تيار يدعي أنه تيار مدني أو تيار إصلاحي؟ فلسفتنا في الإصلاح تقوم على الشريعة الإسلامية، وهذا لا يعيب المسيحيين المنضمين للحزب، لأن كلنا هذا الدستور دستور لكل المصريين. هذا الدستور ليس دستورا للمسلمين فقط. إن أنا قلت أنا لا أقتنع بالمادة الثانية، إذن أنا أعتبر نفسي مواطن من الدرجة الثانية. عندما أكون مواطن من الدرجة الأولى، إذن إن أي مادة في الدستور تنطبق علي، مواد الحقوق والحريات تنطبق علي. عندنا حد يعني مثلا أجي أقول إن مساحة المؤتمر لا تتعدى مثلا المحل موبينيل ده مثلا. لو أنا تعديت المحل ده وأنا وقعت في خطأ كبير، في فخ كبير، أنا عندي معيار أنا بشتغل عليه، هو معيار المادة الثانية. عندما نطالب بتفعيل مواد الدستور نحن لم نتجاوز إطلاقا. يجب أن يفهم الجميع أن الشريعة الإسلامية هي شريعة المسلم من الناحية الدينية وكذلك من الناحية الدستورية. ويجب أن يفهم الجميع أيضا أن الشريعة الإسلامية هي شريعة المسيحيين من الناحية الدستورية. نحن نحترم قانون دولتنا، نحن نحترم دستور دولتنا. أيضا زي ما تفضل الشيخ ياسر قال أن الأزهر والأوقاف يتفقون على ذلك. أحب أضيف أيضا أن الكنيسة أيضا متفقة على ذلك. عام 71 قداسة البابا شنودة وقف قدام السادات وأيد تطبيق الشريعة الإسلامية. ممثلي الكنائس الثلاث في الجمعية التأسيسية سواء لجنة 50 أو لجنة 100 وافقوا على تطبيق أن يكون الإسلام دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. إذن فالشريعة الإسلامية هي مطلب عام،
هي ليس مطلب للمسلمين فقط، بل هي مطلب المسيحيين أيضا، وهي التزام دستوري. احنا عايزين برلمان. احنا في مصر بنطبق حاجة اسمها نظام البرلمانية النيابية. يعني ايه البرلمانية النيابية؟ يعني عايزين يكون في برلمان منتخب قوي يمارس سلطات حقيقية في الدولة، برلمان يمارس وظيفته التشريعية ووظيفته الرقابية. كلنا كنا مستائين من منظر موافقون والبرلمان اللي نايم. احنا عايزين تكون فعلا دولة دستورية، نحترم دستورنا. عضو البرلمان هو يمثل الأمة كلها، لا يمثل دايرته فقط. يعني لو جه حد مثلا للأستاذ عبد الله قال من محافظة القاهرة، قال له أنا عايز مثلا موضوع معين أو مشكلة تشريعية معينة، مش يقول له أنا ماليش دعوة بيك. وهي دي فلسفة القانون الانتخابات البرلمانية اللي ألزم جميع الأحزاب والقوائم أن يكون على تضم أقباط، تضم مرأة، تضم ذوي احتياجات خاصة، تضم مصريين في الخارج. في الحقيقة في فتنة برلمانية على وشك الحدوث. ما هذه الفتنة؟ هذه الفتنة هي أن الأقباط يطالبون بقوانين الأقباط، المرأة تطالب بقوانين المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة يطالبون بقوانينهم. كده هناك فتنة مزمع أن تحدث في البرلمان، لأن هذا لم يكن قصد المشرع نهائياً. فقد كان قصد المشرع هو اتحاد جميع الأطياف في قرار سياسي موحد. الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الحزب. يعني إيه حكم قضائي؟ الحكم القضائي ده بيكون كاشف مش منشئ لحقيقة. يعني مثلا في نزاع على قطعة أرض من 5 سنين، صدر النهاردة حكم لصالح سين. إذن هذه الأرض كانت أرض سين منذ 5 سنوات. نفس الفكرة عندما يصدر حكم بمشروعية حزب النور، هذا معناه أن المحكمة كشفت عن وضع قائم، كشفت عن حزب وطني، كشفت عن حزب يعمل لصالح الوطن بمرجعية هي مرجعية الدستور ذاته. أشكركم، وزي ما دايما بنأكد إن إحنا لازم نعلم على جميع المرشحين. طبعا إحنا هنعلم أساسي على القائمة بتاعت حزب النور والمرشحين الفردي بتوع حزب النور، لكن لو سبت الأصوات الباقية فاضية الصوت بتاعك هيبطل، مش هيكون ليه أي فائدة. فأنت لو حابب إنك تنتخب الحزب يجب أن تملأ جميع الأصوات المطلوبة منك في الدايرة اللي بتخضع ليها حضرتك. وشكرا. فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور، فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور.